انا بقول لك اهوت انه الكام مليون اللي اللعيبه بياخدوهم، الكام مليون دولار اللي اللعيبه بياخدوهم، اولى بيهم العمال الغلبانين بتوع النادي الاهلي. اولى بيهم. على الاقل العمال الغلابه اللي هم بتوع النادي الاهلي دول، والعاملين في النادي الاهلي والعاملين في النوادي الاجتماعيه، هم بيدوا قيمه وبيدوا شغل افضل كتير من اللعيبه في الملعب. على الاقل الناس دي بتدي قيمه وبتدي شغل قدام ال 5 6000 جنيه اللي بياخدوهم، بيدوا قيمه قدام الفلوس ديت، بدل اللعيبه اللي ما بتديش اي حاجه، بدل اللعيبه اللي هي مستهتره، وبدل اللعيبه اللي هي بتضيع كور ليل مع نهار، وبتضيع كور يعني متناول. وانه المصري النهارده بيقول لك اكسبني، المصري النهارده بيقول لك اكسبني. انا عايز اقول لك ان ده تاني اسهل ماتش الاهلي بيلعبه في الدوري، ويمكن الماتش ده اسهل من الماتش اللي فات. يعني الماتش ده اسهل من ماتش بتروجيت. لكن تخيل، انا كنت متخيل ان ماتش بتروجيت هو اسهل ماتش الاهلي لعبه لحد دلوقتي. اكتشفت ان الماتش المصري اسهل منه. اكتشفت ان الماتش المصري اللي اتلعب من شويه اسهل منه واحسن منه. المصري في الشوط الاول مفيش شوطه واحده. هتبص على احصائيات الشوط الاول، مفيش شوطه واحده المصري راح بيها. تخيل، مفيش هجمه من المصري راحت في الشوط الاول عشان لعيب يشوط شوطه واحده على جون الاهلي. تلاقي الاحصائيات، انت ما بتلعبش فريق اصلا. مع احترامي للمصري، انا مش قصدي ما بتلعبش فريق، انت ما كانش قدامك حد بتلعبه، انت كنت بتلعب لوحدك. ورغم كده كميه استهتار وكميه، يعني عايز انقي لفظ كويس، انا مش عارف اقول لفظ كويس. كميه استهتار ومعياله كده وكميه تراخي ودي جمل، يعني جمل مؤدبه ومهذبه بالنسبه للعيبه النهارده كانت بتعمله. فاذا الموضوع بقى سلو بلدنا كده، بقى خلاص بقينا قدام الجون بنضيع. وكمان الموضوع او الليفل عالي معانا ان احنا بقينا بنضيع ضربه جزاء دلوقتي. يعني بقينا بنضيع ضربه جزاء واحنا في اشد الاحتياج ليها. يلعب كوره تخبط في العارضه، وزيزو بيلعب ضربه جزاء بتخبط في العارضه، ومحدش يقول لي سوء توفيق وسوء حظ يا جماعه اللعيبه بره في اوروبا بتتمرن ازاي يكونوا مسددين في افضل حالاتهم هم قدام الجول. الثلاث خشبات ازاي ما يجيله فرصه في ال 18 وفي ال 6 يارده يدخل جول. اللعيبه بتجيبوا مدربين عشان يبقى فينشر عالي. بنقول كده على اللعيب الفينشر المهاري